ده قرع عسل النهارده اهي. الكيلو كان ب27 جنيه، جبته من كارفور. ما لقيتش حد بقى ايه ارخص من كده، وهو يعني كان الموسم بتاعه خلاص يعني ايه بيشطب، وانا ما كنتش جبت، فقلت ايه اجيب واحده. هطلعها كده واقطعها لانها بتاخد مجهود جامد قوي في التقطيع، فهجيبها واقطعها واوريها لكم. ده بيبقى كده منظرها من جوه. اسهل حاجه ان احنا ننضف بيها القرع العسل المعلقه اهي كده. بصوا اهي تسحب كل حاجه، سهله جدا كده، وما بتهدرش يعني ما بتاخديش جامد قوي من اللحم بتاعها. خلاص كده اهي. اي حاجه بقى جوه كده نعملها كده بالمعلقه لحد ما تنضف اهي. شايفين نضفناها كلها اهي. هبدا بقى اقطعها، اقشرها من بره وهقطعها مكعبات. قطعته مكعبات كده زي ما انتم شايفين اهو، وقسمته على حلتين. هنزل عليه بسكر كده كميه حلوه كده، يعني مثلا كل واحد حوالي كوبايه ونص، لان انا هسيبه من بالليل للصبح. هسيبه كده على الرخامه من بالليل للصبح عشان انا عايزاه ينزل الميه بتاعته. المربى بالظبط هسيبه من بالليل للصبح لحد ما ينزل الميه بتاعته، عشان الميه بتاعته اللي بتنزل دي هي اللي احنا هنسلقه فيها، احنا ما بنحطلوش ميه. فنسيبه بقى ونشوف هنكمل لما ينزل الميه بتاعته هنكمل نعمل ايه. دلوقتي الصبح بصوا منزل الميه اهي. استنى اولع النور. دي الميه بتاعته. هولع بقى عليه نص ساعه كده، انا عايزاه يتسلق يتهري معايا، هولع عليه النار نص ساعه، مش هزود اي حاجه، هي الميه بتاعته دي اللي هيتسلق فيها. لما القرع اتسلق هاخده كده ضربه بالهاند بلندر، مش جامده يعني، نص ضربه. هو اصلا بصوا يعني ايه مهري خلاص، هديله بس ايه ضربه كده على الخفيف. بقى المهلبيه بتاعته حطيت كوبايه من الدقيق، وحطيت 4-5 معالق كبار سمنه بلدي، وزيهم زبده، وهحط حوالي لتر كده من الحليب، وهقلب كله على البارد، وبعدين هرفعه على النار. الكريمه بتاعتي هتبدا تدخل في السخونيه، هضيف عليها باكو كريم كراميل بالكراميل بتاعه، ده باكيت كريم كراميل، وهضيف عليها فانيليا، بس مش هضيفهم دلوقتي، لما اللبن يدخل في السخونه يعني مش هيبقى تقيل قوي ولف، لا لسه يعني. اول ما تبدا الزبده تسيح اللي انا حطاها واللبن يبدا يدخل كده ان هو يبدا يدفى، هروح منزله عليه باكيت الكريم كراميل والكراميل والفانيليا. شايفين يا دوب اللبن دفي، بس هنزل بقى بالكريم كراميل حوالي يعني نص كوبايه كده من السكر. شايفين هو ده كده القوام بتاع البشاميل. انا مش عايزاه تقيل قوي لان هو لسه هيدخل الفرن. هاخد منه 3-4 مغارف كده وهحطهم على خليط القرع العسلي كله، بعد ما ابقى ظبطت سكره، يبقى خلاص دقته واتاكدت ان هو كده السكر معايا تمام. هاخد منه 3-4 مغارف واقلبهم كده، وبعدين هبدا اصبه في البايركس اللي مدهون سمنه، وهحط بقيه الكريمه او البشاميل الحلو ده على الوش، وهدخله الفرن. بيقعد في الفرن بصي من نص ساعه لساعه الا ربع. ممكن تشغلي له الشوايه كمان حبه كده، بيطلع تحفه. بعد كده بتبرديه وتدخليه التلاجة، بيبقى حاجه كده رائعه رائعه. بصوا القرع العسلي ده عشق عشق. اعملوا كده بالطريقه دي وقولوا لي كده الطعم معاه هيطلع ايه. معلش انا اخده معايا الموبايل، كنت ماسكاه في ايدي فرايحه جايه بيه، مش اخده بالي ان انا فاتحه الكاميرا. المهم بعد ما بتظبطي البشاميل كده على الوش بتاعه، ممكن بقى كمان لو انت بتحبي حطي مكسرات، بس عشان انا ولادي ما بيحبوش المكسرات فما بحب مش بحط مكسرات، بس انا غالبا
لو انا هعمله يعني لنفسي، لو كنت هعمل لنفسي طاجن، حطي بقى مكسرات جوز هند وزبيب، بيطلع رائع 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 زي ما انتي بتحبي. اهم حاجه بعد كده، بعد ما تطلعيه يتحط في التلاجة. ممكن تاكليه دافي، بس طبعا حلاوته وهو ساقع. بس يا حلوين، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.